السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو انت جديدة يا ست الكل، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا الحاجة الحلوة القمر دي معمولة من نص كوباية من الجوز الهند. متخيلين ان نص كوباية من الجوز الهند عملت القمر ده؟ مش عارفة اقول عليها بسبوسة ولا اقول عليها عزيزية ولا اقول عليها حلوة جوز الهند ولا اقول عليها ايه، مش عارفة. حاجة كده طعمها اللهم بارك. بتتعمل بأقل المكونات، من غير بيض. بتعملي احلى واجمل. يعني مش عارفة، حاجة حلوة كده، مش عارفة اسميها ايه من كتر جمالها. بجد سهلة قوي في الوصفة، جميلة لذيذة خفيفة. زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش يعني اي مجهود او اي تعب. زائد ان هي ما بتستخدمش يعني امكانيات كتيرة. يلا بينا نخش على الوصفة. معايا لتر كامل من الحليب. استخدمي اي حليب عندك انتي محتاجاه. دي نص كوباية من جوز الهند كانت باقية عندي من رمضان اللي فات، يعني بواقي التلاجة بمعنى اصح. معايا نص كوباية زبدة وتكون سايحة. معايا نص كوباية من السكر. معايا كمان نص كوباية من السميد اللي هو الناعم اللي بيتعمل بيه البسبوسة. اقلب كل المكونات دي في بعضها لحد ما الخليط زي ما انت شايفاه كده يتقل. اول ما يتقل معايا بحط على طول فانيليا، واجيب صينية كده دهنيها بحتة زبدة، وعلى طول افردها في الصينية. سويها كده بالاسباتشولا، وسيبيها بقى لحد ما تبرد تماما. مش عايزة تكون سخنة خالص. وبعدين بجهز الشربات بتاعي، واخد جزء منه احط عليه معلقتين من الزبدة وادهنه على وش الصينية. وبعدين ادخل الصينية بتاعتي على الشواية. تاخد لها كده بس وش بعد ما دهنتها بالزيت وبالزبدة ومعاها الشربات واحطه على الوش. بعد كده لما تطلع بقى اكمل باقي الشربات، وبتطلع بالشكل القمر ده، وبالهنا والشفا.